لازم نوقف وقفة جادة أمام اللي بيحصل للمرأة في اليمن. كل يوم جريمة، اليوم الدكتورة، قبلها كان افتهان، قبلها مرأة تسحل عشان ابنها، والكارثة إنه يقول لك هذه مشاكل عائلية وهذا طلع عمها. طيب عمها وهذا زوجة أخوه، وينتفى البنت بهذه الطريقة ويسحل المرأة هكذا بالسيارة، يسحبها في الشارع. ما فيش احترام للمرأة، في تدني في الأخلاق. لازم يكون في وقفة جادة أمام هذه الكارثة. احنا أمام أجيال لا تقدر المرأة كما كان في السابق، وفي سبب مش بس الحرب. الأخلاق بتروح. المرأة اليمنية مش مصانة الآن في اليمن، تتعرض للإهانة، تتعرض للقتل، تتعرض للخطف، تتعرض للسجن. لازم يكون في وقفة جادة. كذا مش صح، هكذا مش صح. نجلس نتفرج هكذا كلنا مش صح. احنا أقل حاجة الإعلاميين والناشطين لازم يكون في قصاص عادل نشوفه أمام عيوننا للي يهين المرأة، للي يقتل المرأة، للي يتعرض للمرأة. هذا مش صح اللي حاصل. وتمشي الأيام يوم ورا يوم وتجي جريمة بعد جريمة بعد جريمة. واحد قطع زوجته في ريمة، واحد قطع واحدة في صنعاء قديمة، واحد قتل الدكتورة مدري من، واحد. هذا مش صح. الجرائم بتزيد خاصة ضد المرأة والأطفال.